السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هحضر معاكم تجهيزات العيد من اللحوم وخضار. زي ما انتوا شايفين كده، لو حابة ان انت تجيبي سمك في العيد او رنجة او اي لحوم زي ما انت حابة، لان اول اسبوع اللي هو اسبوع العيد بيبقى عليات المحلات بتبقى قافلة واخدين اجازة، فبتضطر ان انت تيجي تعملي وجبة او تعملي غدا ما بيبقاش فيه مثلا لحوم او الحاجات دي متبقاش متوفرة، بتجيبيها قبليها يعني، وبتجهزيها زي ما انت حابة تعمليها. معايا هنا جبت لحمة وجبت سمك وجبت هنا طماطم. الطماطم دي انا جايباها ناشفة زي ما انتوا شايفين كده، لاني مثلا لو احتاجتها لسلطة او احتاجتها في حاجة. وهنا البطاطس، جايبة برضو بطاطس للقلي، لو حبيت ان انا احضر غدا بس يعني خفيف، او اقليها مثلا على الفطار. ومعايا هنا جرجير نحطه جنب السمك او الفطار. ومعايا هنا برضو البصل لا غنى عنه جنب الرنجة والملوحة. ومعايا خضرة محشي او مثلا بقدونس للسلطة، يعني انا جايبة تشكيلة خضرة. ومعايا هنا بقى نص كيلو من ورق العنب، انا هعمله بقى محشي معاكم وهوريكم الطريقة بتاعتي. هنا ما شاء الله معايا، هو يعني كان لسه هو عجبني يعني شكله واشتريته. وانا هنا بحب البصل الاحمر وبحب الابيض، فعشان كده مشكله الاتنين. وهنا جايبه زي ما انتوا شايفين كده كرومبتين، طبعا بنحب احنا المحشي كتير بنحب نكتر منه. وهنا برضو الكوسه بتاعت المحشي دي عجبتني فجبت منها. طبعا كل واحد بيجيب زي ما هو عاوز حسب ما احتياجات بيته. هنا هعمل معاكم بقى خرطت هنا البصل وحطيت زيت، ما حطيتش سمنة او دهن او اي حاجة. بقلي معاكم تقلية زي ما انتم شايفين كده بالزيت، لان التقلية دي هتفضل عندي في التلاجة. حبيت احطها يعني على مكرونة مسلوقة تنفع معايا. حبيت احط لها مثلا معلقة دهنة واقلي بيها، اعمل منها مثلا طبخة تمشي معاكي. حبيتي تحطي لها سمنة تعمليها للمحشي، يعني اي اكل هتعمليه هتبقى ماشية معاكي. التقلية دي جميلة جدا وهتوفر لك وقت ومجهود، وخصوصا ان انتي في العيد فممكن ما تكونيش فاضية. هنا معايا بقى حطيت التوابل بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، قرفة معلقة صغيرة ومعلقة شطة وكمون وكزبرة والملح. وبضيف لها الطماطم اهيك وبقلبها ببعضها واسيبها لما تتسبك. طبعا لما تتسبك ديك حاجة، يعني لما تعمليها حيث ان انتي لو حبيتي ان انتي تعملي محشي او حاجة او تعملي اي طبخة بيبقى من تحتاجي صلصة على طول، فتبقى جاهزة معاكي بالشكل ده. وهنا بقى معايا الرنجة، كل سنة وانتم طيبين. ده عيد الفطر يا جماعة، لازم نجيب رنجة ولا نجيب سمك، دي حاجة أساسية عندنا. ويا يا رب تكونوا بخير ويعود عليكم الأيام بخير. ومعايا هنا بقى كيلو لبن وكيلو جبنة قريش. زي ما انتم شايفين كده انا بعمل بجيب عندي هنا سلطانية زي ما انتم شايفينها كده، دي فيها فيها جبنة قريش وفيها لبن اللي هو لبن الخط. بكسر الجبنة زي ما انتوا شايفينها كده بقلب اللبن وبقلبها على بعضها. انا كده بوريكم الجبنة. هنا ضفت الجبنة اللي معايا اللي هو كيلو الجبنة وبكسرها بالشكل دوت، وبضيف عليه كيلو اللبن وبقلبها ببعضها. الجبنة دي بتوفر معاكي وبنفس الوقت بيبقى موجودة عندك في التلاجة، بتقدميها جنب الفطار او مثلا جنب شوية بطاطس او اي حاجة، بتبقى جميلة جدا. وبتوفر معاكي برضو من تمن العلب الجبنة اللي انت بتجيبيها، او بنفس الوقت جبنة مفيدة وصحية، كلها البان طبيعية. هنا كنت قلبتهم ببعض زي ما انتوا شايفين، وعندي بقى هنا هرش بقى مع يعني معلقتين زيت، حاجة بسيطة جدا. الخطوة دي انا بعملها ضروري جدا عشان ما تعملش وش او عفن او تبقى متغير طعم الجبنة. بحاول ان انا اعمل لها طبقة من على الوش تعزل اي حاجة عن الجبنة، يعني تبقى صالحة معاكي في اي وقت وما تجرالهاش اي حاجة. هنا بقى معايا بقى بسويه بالشكل دوت، وبجيب بقى هنا معلقة شطة
وببدأ إن أنا أرشها وبرضه أوزعها. الشطة برضه من النوع اللي بيحافظ على بتبقى حاجة كده زي مادة حافظة، والزيت بيبقى عازل عن الجبنة وعن أي حاجة تانية من على السطح. فهنا بقى رشة الشطة، وهحط بقى رشة كمون لو انتي حابة ممكن تحطي. بكده انا بغطي السلطانية بتاعتي واحطها في التلاجة، وساعة لما اجي مثلا اعوز جبنة او اي حاجة اروح وغرفة منها. هنا السلطانية دي جميلة جدا، كنت جايباها بحط فيها جبن زي ما انتم شايفين كده، او مثلا لو عندك مخلل او اي حاجة بتحفظها، وبنفس الوقت ليها غلق امان كويس جدا. هنا كنت باخد منها، يعني كنت هقدم جنب الفطار، وهنا ما شاء الله كان شكلها روعة وطعمها كان تحفة، ويا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.